في عهد موسى عليه السلام كانت هناك أسرة فقيرة مكونة من زوجين أنهكهما الفقر سنين طويلة، يعانيان قسوة العيش ومرارة الأيام. وبينما كانا مضطجعين على فراشهما قالت الزوجة لزوجها: يا زوجي، أليس موسى نبي الله وكليمه؟ قال: بلى. قالت: إذن لم لا نذهب إليه ونشكو له حالنا وما أصابنا من ضيق وفقر، ونطلب منه أن يكلم ربه عن شأننا ويسأله أن يغنينا من فضله كي نعيش ما بقي من أعمارنا في هناء ورغد. فقال الرجل: نعم الرأي يا امرأة. فلما أصبح الصباح ذهبا إلى نبي الله وكليمه موسى عليه أفضل الصلاة والسلام وشكوى له حالهما وطلب منه أن يسأل ربه أن يرفع عنهما الفقر. فذهب موسى لمناجاة ربه وأخبره بحالهما، وهو سبحانه السميع العليم الذي لا تخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فقال الله تعالى لموسى: يا موسى، قل لهما إني سأغنيهما من فضلي، ولكن لعام واحد فقط، فإذا انقضى العام عادا إلى ما كان عليه. فعاد موسى وأخبرهما بأن الله استجاب دعاءهما وأن الغنى سيأتيهما لمدة عام واحد لا غير. فاستبشر الزوجان وسرت البهجة في قلبيهما، وإذا بالأرزاق تتدفق عليهما من حيث لا يحتسبان، حتى أصبحا من أغنياء القوم وتغيرت حياتهما وعاشا رغدا وهناء. فقالت الزوجة: يا رجل، تذكر أننا سننعم بهذا الخير عاما فقط، وبعد انقضاء المدة سنعود إلى فقرنا. قال: نعم. فقالت: فلنغتنم هذا المال ونصنع معروفا في الناس، حتى إذا عاد بنا الفقر بعد العام تذكر الناس إحساننا إليهم فلا يردوننا إن طلبنا منهم قوتا. فقال الزوج: أصبت يا امرأة. فقام ببناء منزل على مفترق طرق المسافرين، وجعل لكل طريق بابا يشرف عليه، وكانت الطرق 7، ففتحا 7 أبواب. ثم بدا يستقبلان المسافرين ليلا ونهارا، يقدمان لهم الطعام والشراب ويكرمان الضيوف بلا انقطاع. وظلا على ذلك تمضي الأيام والشهور، وموسى عليه السلام يتفقد حالهما يوما بعد يوم. انقضى العام ودخل عام جديد، والأسرة ما زالت على غناها وجودها وإكرامها للضيف، لم يصبها الفقر كما كان مقدرا. فتعجب موسى عليه السلام وكلم ربه قائلا: يا رب، لقد اشترطت عليهما عاما واحدا فقط، وها قد دخل عام جديد ولم يفتقره. فقال المولى سبحانه وتعالى: يا موسى، فتحت لهما بابا من أبواب رزقي، ففتحهم 7 أبواب يرزقان منها عبادي. يا موسى، استحييت منهما أن يكونوا عبدي أكرم مني. سبحانك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. سبحان الله العظيم. ختامنا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.